ابنك 6 شهور ورافض الأكل. أول مرة تشوفيني أنا دكتورة مرة البرولوسي، أخصائية الأطفال وحديث الولادة، وأكلمك عن أسباب رفض الطفل للأكل. أول حاجة، لو انتي طفلك 6 شهور وجهزتي الأكل المهروس، جهزتي الكرسي، جهزتي المريالة وجبتي له المعلقة اللي بتطلع الأكل مهروس، ولقيتيه رافض الأكل، هل انتي فعلا لقيتي ان طفلك مستعد للأكل؟ في بعض الأمهات بيحاولوا يبدأوا الأكل من أول الشهر الرابع، من قبل حتى ما يتم الشهر الرابع، بدون معرفة علامات استعداد الطفل للأكل. وهي أول حاجة إن الطفل يظهر اهتمامه بالأكل. يعني انت قاعدة تاكلي تلاقي الطفل قام مايل لقدام عايز ياكل، أو بيمد إيديه يخطف الأكل منك، أو لما تحطي تيجي تديله أكل في بقه تلاقيه فتح بقه، ولما تحطيه له الأكل ما يطلعوش بلسانه، وده منعكس بيختفي بعد الشهر الرابع. او عند الطفل ما يكون جاهز للاكل، لقيت الطفل بيقعد بتسنيده، او ان الطفل ممكن يقعد من غير ما تسنديه، دي علامات استعداد الطفل ان هو يبدأ ياكل. طيب انتي جهزتي الاكل وقعدتي ترغمي فيه ان هو ياكل في وقت هو اساسا مش مستعد للاكل، هو الوقت ده شبعان، اديتيله رضع قبل ما يبدأ ياكل، كان عايز يلعب او عنده حاجة بتوجعه، بطنه بتوجعه، عايز ينام، لسه متوجمة بسبب ان هو بيسنن، دي كلها اسباب ممكن تخلي الطفل ما يبداش في الاكل. قوام الاكل بالنسبه له غريب، طبعا احساس الطفل بالاكل لاول مره هيبقى مش معتاد على الاكل ده، فهتلاقيه مش دايما هيبقى مبسوط بيه. فجربي مره والتانية ان انتي تفضلي تقدمي الاكل نفسه كذا مره، الطفل بيزهق، التنوع مطلوب. لو اديتيله عصاير او حلويات قبل الاكل فانتي الاكل مش هيبقى مرغوب فيه، وبعد كده هيبقى بيفضل الحاجات السكريات، فما تقدميش سكريات في الاول. وحدي دايما ميعاد الاكل، ابدأي بوجبة واحدة كل يوم في نفس الميعاد. الطفل بيحب ان هو يتعمل له روتين معين علشان يستمر عليه. اقعدي في مكان هادي من غير مشتتات، يعني ما يبقاش حواليه مشتتات كتير فتلاقيه مش عايز ياكل وانتي بتحطي له الاكل في بقه غصب عنه. لا، هو لازم يبدي اهتمامه بالاكل ويبدأ معاكي يتعرف على الاكل واحدة بواحدة. اقفلي التلفزيون قدامه وما تحطيش قدامه اي شاشات، لان غلط اساسا الشاشات قبل السنتين. شاركيه الاكل وكلي معاه، هتلاقيه بدأ ياكل. لو لقيتيه بيحب اكله معينه قدمها له باكتر من شكل، يعني مره مهروسه، مره متخففه بالميه، او متخففه باللبن الطبيعي بتاعه، او متخففه بلبن صناعي لو هو ما بياخدش رضاعه طبيعيه. ظبطي مكان الطفل وخليه هو يبدأ يتعامل بإيده، اديله معلقة سيليكون مناسبة لسنه، وخليه هو اللي يبدأ يعمل كوردينيشن، ان هو يمد ايديه في الاكل ويبهدل بيه الدنيا، مش مهم، واحدة بواحدة هتلاقيه بدأ يوصل لبقه، وهتلاقيه بدأ يعرف يأكل نفسه. والطفل عادة بيحب ياكل بإيده الأول، خليه ياكل لوحده الأول لو الأكل مناسب بالنسبة لسنه. لو انت هتعملي بيبي ليد ويننج، استشيري الطبيب الاول، قدمي له الاكل على هيئه صوابع مسلوقه وما بتسببش الاختناق، وخليكي قاعده جنبه في الاول عشان لا قدر الله ما يحصلش اختناق. وما تنسيش تتفرجي على فيديوهات الاختناق، الاسعافات الاوليه اللي المفروض نعملها للطفل لو لا قدر الله حصل له اختناق من اي نوع من انواع الاكل. طيب امتى نقلق لو الطفل وزنه ما بيزيدش بعد 7 شهور، مش راضي ياكل اي نوع من انواع الاكل، عنده تاريخ مرضي في العيلة يخلينا نقلق من الموضوع ده، ان هو في مشاكل في النمو او مشاكل في البلع او مشاكل في النطق، دي كلها حاجات لازم تستشيري فيها الطبيب. الخلاصة ان الطفل لو ما اكلش في ساعتها دي مش نهاية العالم، اصبري عليه، وحاولي تشيلي الحاجات اللي هي زي الحاجات السكريات، العصاير، الحاجات اللي هي مش مفيدة، بتملى بطن الطفل، معدة الطفل صغيرة، فلو مليتيها بحاجات مش كويسة زي الشيبسات الجاهزة والكلام ده، لو بدأت بيها الأكل هتلاقي الطفل مش حابب الأكل الطبيعي بتاعنا. حاولي ان انتي تتجنبي الحاجات دي من البيت كله، بحيث ان هو يبقى مجبر ان هو ياكل من أكل البيت. زائد ان الطفل اللي بياكل من أكل البيت العادي، امنعي الحاجات الجاهزة، وما تجبريش الطفل على الاكل في وقت يكون تعبان فيه. الطفل البيكي ايتر اللي هو ما بياكلش الا حاجات معينه، حاولي تستبدليها بحاجات طبيعيه، زي اللي بياكل شيبسي من بره مثلا، استبدليها ببطاطس شيبسي من البيت، تعمليها بنفسك. اللي بيحب الحلويات حاولي تعملي له انت كيك في البيت بسكر قليل، او لو هو اقل من السنه ممكن تعمليها بمعجون التمر او بالموز المهروس. حاولي تستبدلي دايما الحاجات الغير صحية بحاجات صحية، الطفل هيحبها، وفي نفس الوقت لو هو ما بيحبش الا حاجات معينة يستفيد بالاكل ده.